لا ما شاء الله ولا قوة الا بالله. احلى صينية بطاطس بالفراخ ممكن تعمليه بسر الخلطة طبعا والرك على النفس. ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ يا نهار ابيض، قلبي لا يتحمل. اسهل غدا ممكن تعمليه في 10 دقايق وتقعدي كده هانم والطعم حدوته. تعالي نجرب كده ونشوف الوصفة القمر دي اتعملت ازاي. شايفين قطعة الفراخ عاملة ازاي؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، واخدة وش كده ومستوية 100%. ولا قطعة البطاطس دي يا نهار ابيض. تعالوا نشوف. نعمل بقى النهارده صينيه دبابيس بالبطاطس. بس ايه ولا يا ولا، الدبابيس معايا غسلتها كويس جدا جدا. تقدري تستخدمي فرخه كامله او وراك، المتوفر عندك استخدميه. غسلنا بقى كده الدبابيس بتاعتي ونقعتها في ميه وخل وملح. تمام، خلاص خلصنا منها. معايا هنا القليله من البطاطس، حبايتين بطاطس كبار كده وثلاث طماطمات، والطماطم غاليه وكويس قوي ان انا جبت 3 طماطمات. ومعايا بصلايه، الطماطم والبصل تمام، وهحط عليهم قرن فلفل كمان شفتم وانا صارفه ومكلفه. تمام، هضربهم كويس جدا في الخلاط. والبطاطس دي هقطعها ونرجع تاني. اول حاجه هننزل بالفراخ وشويه كتير جدا من الفلفل الاسود وشويه كويسين من الملح، ورق لوري، والقليله من الكمون لان البطاطس تحب الكمون قوي قوي. تمام، خلصنا كده. شقلب شقلب شقلب، غلفنا كل حاجه كده الفراخ بالتوابل كويس جدا. ما شاء الله اللهم بارك كده. بصوا انا عايزه ريحتها تبقى طالعه، مش قادره اقول لكم هتاكلوا حته فرخه وصينيه بطاطس ولا يا ولا. خلصنا كده، ننزل بالبطاطس ونوزعها كده اهو بايديكي، ماشي. وبعد كده ننزل بالطماطم اللي ضربتها في الخلاط مع البصل كده اهو. خلصنا كده؟ لا طبعا ما خلصناش. رشه كمون على الوش ورشه فلفل اسود، وطبعا اكيد شويه ملح. اسكت لغايه هنا؟ لا طبعا. تعالوا نشوف هنحط ايه. شويه زيت على وش الصينيه يخليها لك تلمع كده وشكلها حلو جدا. ولعي بقى يا حبي لغايه لما تستوي. عايزه تدخليها الفرن خير وبركه. لا ما شاء الله ولا قوه الا بالله. البطاطس بتاعتي استوت والفراخ وبقت مش قادره اقول لكم تحفه ازاي. ما شاء الله. انا بحب دايما ما انشفهاش قوي، اخلي فيها صوص كده عشان وانا بغرف للعيال كده تبقى ايه، فيها صوص مع الاكل. ادخلها بقى الفرن لغايه لما الوش يتحمر خالص كده وتعالى اوريكم. حبيتش بقى اصور معاكم الرز بشعريه المفلفل الخطير اللي انا عاملاه ده جنب صينيه البطاطس بالفراخ. بصوا شايفين الجمال؟ مفيش ولا واحده ما شاء الله تبارك الرحمن كده تعرف تعمل شويه الرز دول. غير انا بس، وكل الستات المصريه طبعا يعني ما شاء الله. نخليها كده اهوت بقى ايه، اديته تقليبه كده وسيبته بقى يتنسم كده ويتردد وياخد ويدي بشكل ودي. بصوا الجمال والحلاوه. لا ما شاء الله ولا قوه الا بالله. احلى صينيه بطاطس بالفراخ ممكن تعمليه بسر الخلطه طبعا والرك على النفس. ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ يا نهار ابيض، قلبي لا يتحمل. اسهل غدا ممكن تعمليه في 10 دقايق وتقعدي كده هانم والطعم حدوته. تعالي نجرب كده ونشوف الوصفه القمر دي اتعملت ازاي. لا ما شاء الله ولا قوة الا بالله. احلى صينية بطاطس بالفراخ ممكن تعمليه بسر الخلطة طبعا والرك على النفس. ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ يا نهار ابيض، قلبي لا يتحمل. اسهل غدا ممكن تعمليه في 10 دقايق وتقعدي كده هانم والطعم حدوته. تعالي نجرب كده ونشوف الوصفة القمر دي اتعملت ازاي.